طيب عندي معلومه كده ان الاهلي عايز حارس ثالث يكون متواجد مع احمد اكرامي واحمد عادل عبد المنعم، عايز يتعاقد مع حارس، يعني عايز يتعاقد مع حارس مرمى، وحاطط في دماغه النادي الاهلي محمد عواد حارس مرمى النادي الاسماعيلي. والاهلي بيفكر كده في صفقه تبادليه مع النادي الاسماعيلي، ياخد محمد عواد ويدي النادي الاسماعيلي 2 مليون جنيه واثنين لعيبه يكون النادي الاهلي مش هيأيدهم في القايمه الموسم اللي جاي. تاني، الاهلي بيفكر في محمد عواد وبيفكر ان هو يعمل صفقه تبادليه مع النادي الاسماعيلي، ياخد محمد عواد والاهلي يدفع 2 مليون جنيه فلوس كاش ويدي للنادي الاسماعيلي كمان 2 لعيبه. فدي صفقه بتدور في اذهان او بيدرسها مجلس اداره النادي الاهلي. برضه باسم علي الجهاز الفني في النادي الاهلي الحالي بقى كابتن زيزو زعلانين منه جدا، ان هم حاسين ان هو بيتمارض، حاسين ان هو بيدعي الاصابه وبعدينه تماما عن الفريق. و يعني في برضه كلام ان النادي الاسماعيلي ونادي سموحه عايزين باسم علي في الموسم القادم، ولكن طبعا خلي بالكم كل الكلام اللي انا بقوله ده ممكن يتغير في ثانيه، ان لما بيجي مدرب اجنبي